1 1 2 3 ترابات تي. ما بين مؤيد ومعارض، ما بين فاهم ومش فاهم، ما بين عارف ومش عارف، ما بين كل واحد عنده نقد وعنده انتماء او ما عندوش انتماء، او عنده فكر او ما عندوش فكر. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وها قد قام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بتعيين الكابتن حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر الأول. طبعا يا جماعة، قبل ما ندور على إن احنا ننتقد الكابتن حسام حسن أو نتكلم عليه بصورة إيجابية أو بصورة سلبية، ندور على الحاجة الأهم وفي عجالة. إن النهاردة اللعيبة هي المشكلة، في اللعيبة مش مين هيدرب ومين مش هيدرب، مين هيجي ومين مش هيجي، مين معاه سي في كويس او مين مش معاه سي في كويس، او مين اللي حقق بطولات او مين اللي حقق انجازات او الى اخره. النهارده يا جماعه اللعيب النهارده بيبقى جاي وهو لسه بيلعب، بيبقى عنده طموحات، وهو سعره قليل بيبدأ يشتغل على نفسه ويطور من نفسه علشان خاطر يوصل لمرحلة كويسة، علشان يقدر يتضمن منتخب مصر وعلشان يقدر يتقاضى الفلوس أموال. الحاجة التانية يا جماعة، إن إحنا النهاردة جميع اللعيبة اللي موجودة بتدور على الترند وبتدور على الشهرة وبتدور على إن النهاردة الويك إند يبقى فين، الراحة تبقى فين، هنسهر فين، هناكل فين، هنتعشى فين و إلى آخره. لو تفتكروا حضراتكم في عجالة، الكابتن عمرو زكي لما راح ويجن النهاردة ما قدرش يتأقلم مع الدوري الانجليزي ومع الفكر ومع التمرينات ومع اللغه ومع كل حاجه هناك مختلفه، وقدر يرجع في اسرع وقت، برغم ان هو كان محقق نجاحات ونجاحات كويسه جدا جدا جدا، بالذات في اول سنه يلعبها في الدوري الانجليزي. اوكي. الحاجه الثانيه او الفكره الثانيه يا جماعه، ان النهارده اللاعب اقسم بالله في اللعيبه صدقوني النهارده اللاعب بيبقى لا مؤاخذه يعني ماشي حافي ودنيته بايظه، بيجي النهارده بيجي يبص يلاقي الناس كلها بتطبل، الناس كلها بتزمر له، الناس كلها بتهلل له، وبيجي يبص تلاقيه بيدخل احلى مكان، بياكل من غير ما يدفع فلوس، بيلبس من غير ما يدفع فلوس و الى اخره. النهارده يا جماعه فكره ان انت تنتقد ان الكابتن حسام حسن يمسك المنتخب او ما يمسكش، او مين اللي هيجي او مين اللي هيروح، او الكلام ده كله، الكلام ده كله يا جماعه ملوش اي لازمه. ليه بقى؟ لان انت النهارده المشكله فينا احنا، ان احنا ما عندناش ضمير، احنا اللي مش عاملين اكاديميات، احنا اللي بندرب على نجيل طبيعي، احنا اللي خدنا كل حاجه بالفلوس، احنا اللي بنستثمر في الناس اللي ما بتعرفش تلعب بالفلوس و الى اخره. هي دي الحاجات اللي دمرت الكوره. وانت النهارده جاي تتكلم مين مسك او مين هيمسك او الكلام ده، وكله منزل فيديوهات وكله منزل بوستات والى اخره. النهارده يا جماعه حته الضمير، الناس اللي موجوده في اتحاد الكوره، الناس اللي موجوده في الشباب والرياضه، ملاعب لا تصلح، نجيله صناعي ماليه مصر كلها في جميع الاقسام والكلام ده كله. النهارده اللاعب الموهوب ما بيتاخدش، ما بيروحش المكان بدون فلوس، لا لازم يبقى في عمله ومعاه وكيل واثنين وثلاثه والكلام ده كله، وبيقدر كله بالبلد كده ياكل من وراه فلوس عشان خاطر يقدر يوصله، واللاعب اصلا ما يبقاش يستاهل والى اخره. النهارده يا جماعه الموهبه موجوده، واللاعيبه العاليه ولاعيبه كره القدم اللي هي تستحق انها تلعب موجوده، بس الفكره كلها في حته الضمير، الضمير بالضمير، الضمير. قبل ما تنتقد ان الكابتن حسام حسن يكون مدير فني لمنتخب مصر، دور على ان انت ما انتش عارف تطلع لعيبه، دور على ان انت مش عارف تعمل اكاديميه، دور على ان انت مش عارف تجيب معد بدني في الاقسام اللي تحت، دور على حاجات كتير، دور على ان احنا قلنا لا للنجيل الترتال لا للعشب الصناعي. النهارده اللعيبه بتتدمر والى اخره. تعال اتفرج على التمرينات، تعال شوف الحاجات اللي هي في الكوره ملهاش عرف يتبع، وان انت النهارده عايز تتدرب 5 دقائق وتجري. تعال دور على المدربين اللي ما عندهمش افكار، تعال دور عن اللعيبه اللي بتاكل سحت، بيروح ياكل في المطاعم من غير فلوس، بيروح يلبس من غير فلوس الى اخره. طبعا يا جماعه انا وضحت الفكره. قبل ما تنتقد الكابتن حسام وتقول هيمسك المنتخب او مش هيمسك المنتخب او يصلح او لا يصلح، دور على العيب اللي في الاساس، ان انت ما انتش عارف تطلع لعيبه كوره على اعلى مستوى، بتأهمل في اللعيبه الموهوبه علشان خاطر ان هي ديت اللي عليها العامل، وهي دي اللي هتقدر تطور من الكره المصريه، وبتدور على اللعيبه المصطنعه عشان خاطر المادة. هي دي الحاجه اللي احنا نقدر نوصلها للناس. طبعا ارجو من كل اخواتي وحبايبي ومتابعيني تدعمني بمشاركه على قناتي على اليوتيوب انجكشن العالمي، وما تنسوش كلمه السر
انجكشن مستمر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.